السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ وحشتوني. أهلا بكم في مدمن تلخيص. دي هتكون الحلقة الرابعة من كيميتسو نو يايبا المحبب إلى قلوبنا جميعا أصدقائي. بنكمل من الحتة بتاعت الهشيرة. هو بيقرر إنه يساعد الطفل الحداد من الشيطان ويفتكر كلام تانجيرو ليه، وبالفعل يا صديقي بيروح وينقذه. واول حاجه يعملها كده يقطع لسان الشيطان ده وقت كده ويقول للطفل اهرب، ويقوم قاطع راس الشيطان اللي على شكل سمكه ده ولا اجدعها بتاع السوشي يا صديقي. لكن راس الشيطان السمكه ده بتتخلق من العدم من جديد، فيقوم ناطط عليه من فوق ويقوم كسر الجره اللي فوق راس السمكه دي فتموت في الحال. يقوم بعد ما الشيطان ما مات يجري عليه الطفل الحداد ده وحضنه. ايه الحنية والحب ده كله؟ لكن الطفل طلب من هاشيرا انه لازم ينقذ كاناموري الحداد التاني وهاجانيسكا من الشيطانين اللي برضه هجموا عليهم، فيوافق الهاشيرا وبالفعل يروح للاتنين. وننتقل الصورة بعد كده عند عمك تانجيرو وهو واقع على الارض وحالته حالة، ويكون الشيطان لسه بيجمع في ضربة الصوت بتاعته دي. يقوم تانجيرو بقطع راسه، وهو للاسف عارف ان الراس هتخلق شيطان جديد او مش هتموته. لكن هنا حدث شيء غريب يا صديقي. الراس والجسم بقوا من نفس النوع، والاتنين ضربوا تانجيرو بقنبلة الصوت دي. لكن في الوقت ده فهم تانجيرو نقطة ضعف الشيطان ده، الا وهي ان كل ما الاجسام بتنقسم ضرباتهم وقوتهم بتقل، وبيجي الجسم الاساسي الطائر ده ويبدا في ضرب تانجيرو بسرعه خياليه. وطبيعي يا عمك تانجيرو يا صديقي بياخد في وشه شويه حلوين ومش عارف يرد على سرعه الشيطان ده، ويفضل يفكر ازاي هيتغلب على الشيطان ده. تتنقل الصوره عند نيزوكو وجينيا. جينيا مفشوخ بالصولجان ونيزوكو بتعافر معاه، وهنا جينيا يا صديقي بيطلع المسدس بتاعه اللي مصنوع من النيتشرين من جديد ويضرب به الشيطان اللي كان ماسكه في راسه فيفرقعها حرفيا. وهنا الشيطان وهو راسه طايره يقوم ساحب السلاح بتاعه من صدر الجنية فيقوم نازف جنية أكتر، وراس الشيطان بطبيعة الحال ترجع مرة تانية في الحال يا صديق. لكن بيقعد جنية كده يقول كلام مش مفهوم وقتها، وهنا الشيطان بيتنرفز فيحاول انه يخلص عليه ولسه هيقتل جنية. لكن هنا جنية يا صديقي بيتحرك بصورة خيالية وسرعة جامدة جدا وينط ورا الشيطان ويهجم عليه مرة تانية على راسه على طول. لكن هنا الشيطان التاني ده ابو صولجان كهربا يقوم صاعق جنية وقت كده، لكن هو مسعوق بيضرب على الشيطان ده بالمسدس بتاعه فتيجي في دراعه فتطير. ويسأل الشيطان هو جنية مش بيموت ليه بالرغم من الضربات المميتة اللي بتيجي فيه دي؟ فيقوم الشيطان الاولاني ابو سلاح طويل ده اللي هو الرمح ضارب جنيا وهو متكهرب في الهواء، وعند النسخه الثالثه من الشيطان اللي كانت ماسكه نيزوكو يقوم ضاربها برجله في بطنها تقوم مخرومه ومعديه للناحيه الثانيه. ما هذا يا صديقي؟ لكن يا صديقي نيزوكو بترد عليه برجلها هي كمان وما بيهمهاش، وتقوم مدياله الرجل عاليه كده ولا اروع تيجي في دقنه، وتقوم مفعله بعديها الفن الدموي بتاعها وتبدا في حرق الشيطان، وتقوم واخده منه ورقه الشجر بتاعته العملاقه دي اللي بتطير الناس دي وتقوم مستخدمها عليه فتقوم مطيراه. ولسه هتضرب هي الشيطان الصولجان بيها برضه، فيقوم هو ضاربها الاول وموقف ضربتها، وبعديها يقوم غازز ظهر الصولجان في زور نيزوكو. ما هذا يا صديقي؟ ومكهربها كهرباء عالية جدا. تتنقل الصورة بعديها إلى تانجيرو مرة أخرى وهو بيتبهدل برضه من الشيطان الطائر ده. نرجع تاني لجينيا والشيطان أبو الرمح جاي له علشان يتأكد من موته، لكن جينيا هنا يقوم تاني هو بيقول نفس الكلمات الغريبة اللي كان بيقولها وبيبرطم بيها. وهنا الشيطان يتفاجأ ويسأله هو أنت مخلوق من إيه؟ أنت ما بتموتش ولا إيه؟ أنت مش طبيعي. ويبدأ جينيا هنا يضحك ويقول له اسمه وإنه هو الراجل اللي هيقتل الشيطان ده. نرجع من جديد لتانجيرو، فيقرر تانجيرو انه يستغل سرعه وطيران الشيطان ده، فيقوم بيبدا بالتمثيل عليه بانه بيهرب منه، وبعديها في مفاجاه للشيطان ده يا صديقي يقوم عمك تانجيرو غازز السيف بتاعه في بق الشيطان الطائر ده، فيستغله تانجيرو بانه يوديه عند نيزوكو في الجو ويوصله كمان للشياطين التانيه. ويجري تانجيرو على اخته نيزوكو المتكهربه، لكن الشيطان بيخلق صولجان تاني من ايده وبيهجم بيه على تانجيرو، لكن تانجيرو يتفادى الضربه دي فيقوم خابط في الشيطان التاني الطائر. وهنا يقرر تانجيرو يا صديقي انه بدل ما يستهدف راس الشيطان بانه يقوم باستهداف السنتهم وينقذ نيزوكو. لكن يتعافى الشيطان صاحب الصولجان بسرعة جدا ويقوم هاجم على تانجيرو بكل السرعة، لكن يا صديقي بتنقذه نيزوكو من ضربة الصولجان في رأسه، وبعدها تقوم حرق الشيطان بنيرانها الشيطانية. وهنا يظهر الشيطان الثالث صاحب ورقة الشجر الضخمة وهو ناطط عليهم ويقوم ضاربهم بالورقة بتاعته دي وتهبط تانجيرو ونيزوكو في الأرض فيغمى على الاتنين.
ولسه هيخلص عليهم يا صديقي. بتنتقل المشهد لواحد من الحدادين وهو بيدق جرس الانذار للقريه كلها بان في هجوم من الشياطين عليهم، ويظهر ان شياطين السمك دي بتغزو القريه. وهنا تظهر يا صديقي حبيبة الملايين هشير الحب. وفي تلك اللحظة يا صديقي حلقتنا بتخلص، لكن المتعة والضرب كله لسه ما خلصش، لسه بنقول يا هادي. فما تنساش يا صديقي تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان تجيلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل يا صديقي. وبس كده، سلام عليكم.